السؤال ده مهم جدًا، لأن حتّة الإعلان المُعقّد اللي فيه معلومات كتير هو الأحسن، والّا الإعلان البسيط اللي ما فيهوش معلومات كتير هو اللي بيجيب نتايج أحسن؟ ومع إن الإجابة الرسمية للموضوع اعمل تيست الاتنين وشوف مين الأحسن، بس خلّينا ننزل للواقع ونشوف بالضبط من واقع التجربة برضه إيه اللي بيجيب نتايج. كلمة السر لنجاح أي إعلان هي إنك تنزل مش تبيّن لعميلك قد إيه أنت شخص فاهم وشخص فيلسوف وشخص بتقول كلمات معقدة، لكن قد إيه تقدر تنزل بمستوى كلامك بحيث يخاطب أغلب الناس. لو جيت تشوف دونالد ترامب مقارنةً بالرئيس التاني اللي كان مترشح ضده، هتلاقي إن دونالد ترامب اكتسح لأنه بيتكلم بمستوى الناس اللي هي يعني third grade، فدي من أكتر الحاجات اللي ساعدته إن هو ينجح، لأن هو بيتكلم بلغة الشعب. فنفس الكلام، دي حاجة متعلقة بالhuman psychology. لو أنت قدرت تكلم أغلب الناس بكلام بسيط، ده هيساعدهم إن هم يفهموا رسالتك التسويقية، وبعد كده لما يكملوا في مسارك التسويقي يروحوا للfunnel، يروحوا للي بعد كده، هناك يقدروا يتعلموا أول لما يشتروا الحاجة بتاعتك. لكن ما تحاولش تعلمهم في الإعلان، لأن ده هينفرهم مش هيعلمهم.